جزيلا لك شيخ جلال علي، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة هولندا. معنا من سوريا فادي حسن. عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. أهلا بك فادي، وشكرا. تفضل. الله يخليك. وبالنسبة للي عم بصير بسوريا، يعني نحن بنرفع راسنا فيه، لأنه هذا كله الشعب بحب بشار الأسد، ويلي أنتم عم تنقلوه يعني كله أبدا بعيد عن المصداقية والواقع. وكله هذا الفيديو اللي عم بتبثوه كله هذا ملعوب فيه. ويا ريت يعني كنا اليوم نتمنى من القرضاوي اليوم خطف لو يدعي كان لأهل غزة اللي ما لهم غير الله وغير سوريا اللي واقفين معهم. وبالنسبة للأخ المصري اللي كان عم بيحكي قبل شوي، عم بنصح الرئيس بشار الأسد، هو ما بوصل إنه لا ينصح الرئيس، يعني يا ريت يلتهي في حاله عشان ينصح الرئيس. والشعب عنا كله بيحب الرئيس، ما في أبدا من هالشيء اللي عم بيطلع لا بالجزيرة نعم، يعني ولا هذا لا بالعربية. يتعارض على أن الصور التي تعرض على شاشة الجزيرة غير حقيقية، صحيحة وفي عندي وكل إثباتات. وكالات الأنباء تشير إلى نعم نعم. طب وجود انتوا تظاهرات في مباشر من عدة مدن. التلفزيون السوري، ليش ما بتنقلوا خبر من التلفزيون السوري؟ تنقلوا خبر لوكالة رويترز اللي هي من برا بتبث وما عندها اي فكره شيء اللي عم بيصير بدرعا ولا باللاذقيه. اللاذقيه انتم زادوا خبر انه الطريق مسكر، كل العالم كلها بالشوارع محتفله، والله الجو يعني كثير في حتى العالم كله فرح. التظاهرات المؤيدة للرئيس السوري نحن نقلناها أيضا. لا بس ما اعطته اهميه ابدا. الله لسه كل شوي بيطلعوا خبر عاجل انه في مظاهرات في قتيل، اليوم ما في ولا قتيل ابدا، غير هجوم من عصابه مسلحه هجموا على الجيش الشعبي. ما زعتوا هالشيء، صار انه تصادم وقتيل يعني ليش انه هالحمله هي على سوريا؟ كلياتنا نحن بنعرف ليش. انه بس يعني بشار الاسد بالعكس اللي سيد فادي حسن، يعني هناك متصلون آخرون يعني ينتقدون شهود العيان. التغطية نتمنى للأحداث انه في توضحوا سوريا. لنا مين هدول شهود العيان. يعني شهود العيان كل سنه عند اثنين ثلاثه بيتصلوا فيهم من الاستوديو الثاني ومع شويه بكي ودموع، نحن والله محاصرين ومدري ايش وطفوا الكهرباء. طب طفوا الكهرباء ومقطوع الاتصالات، كيف عم بيتصلوا فيكم؟ نعم يعني كيف نعم، ما في انترنت، على كل ما في حال. كهرباء؟ نعم، قالوا شكرا. انقطعت الكهرباء عن درعا يومين وما في اتصالات. طب كيف عم بتصلوا من درعا وبخبروكم بهالشيء هذا؟ يعني عن جد يعني شيء واحد انه يعني عم بضحك اكثر ما انه يعني يصدق الحقيقه هي اللي عم تذيعوها. نعم، ولكن نحن نؤكد أن هذه الصور التي يعني نعم نعم، هي تعرض الصور مضبوط هي عم صور. تنبث بس ما في سوريا وملعوب فيها يعني. نعم، هذا رأي فادي حسن، شكرا لك. كنت مو معنا بس من سوريا. معنا شيخ مصطفى بشير الترابلسي.